تبدأ الأحداث بالبنت الكيوت إلينور اللي قاعدة على المكتب وبتكتب على ورقة مشاعرها السلبية والحزينة بسبب سر تافه قوي مخبياه بقالها سنين عن كل الناس، وهو إنها ما شاء الله عليها عبارة عن فامباير وعندها يجي 200 سنة وشوية. وبتخلص إلينور كتابة أحزانها وكالعادة بترمي الورق من الشباك، لكن من حظها إن في مرة الورقة بتقع في إيد راجل عجوز لكن لئيم بيفتح الورقة وبيقراها وبيعرف سر إلينور الخطير، وبدل ما ينفد بجلده بيروح لها بنفسه وبيقعد معاها شوية وبيقول لها إن راجل كبير وزهق من الحياة وإنه مستعد للموت على إيديها. وطبعا إلينور بما إنها فامباير بتكون شايفاه دلوقتي حتة فرخة مشوية طازة، فبتبدأ تاكل منه وتمص في دمه لحد ما الراجل بيفيص خالص. في الوقت ده بنتعرف على كلارا والدة إلينور، واللي برضه زيها مصاصة دماء لكن متألقة شوية. بنشوفها مقضياها رقص ومسخرة في البار اللي بتسترزق منه، لكن واضح إنها راقصة محترمة لأن أول ما زبون بيحاول يلمسها بتضربه وبتمشي. وطبعا ساعتها المدير بيتعصب عليها وبيرفدها، لكنها بتصمم ما تمشيش غير لما تاخد بقية حسابها حتى لو بالسرقة. في الوقت ده بيظهر راجل غامض كده اسمه ويرنر. أول لما بتشوفه كلارا بتترعب لدرجة إنها بتضربه بإزازة في دماغه وبتجري، وهو طبعا مش بيسيبها وبيجري وراها، والمطاردة بتستمر جوه مول. وطول الوقت كلارا بترمي حاجات في سكته علشان تعطله، فين وفين لما بيوصلوا فوق سطح بناية كده وكلارا مش بتلاقي قصادها غير إنها تنط من فتحة إزاز بتنزلها في لعبة أطفال. لكن رغم كل ده ورنر ابن اللذينة بيلحقها برضه وبيسألها عن بنتها إلينور، وبتضطر كلارا تاخده معاها البيت. وبيفضل ورنر يشتكي من عمايل إلينور وكلارا بتعمل كأنها بتعالج الجرح بتاع دماغه، وفجأة بتخنقه لحد لما بيطلع في الروح. في الوقت ده بتشرف إلينور أخيرا، ولما بتشوف جثة الراجل بتزعق لأمها اللي هو ينفع يا ماما كل شوية تقتلي حد كده؟ وكلارا بتقول لها إنها بتعمل كده علشان تحميها. المهم إنهم بيضطروا يلموا حاجتهم ويسيبوا مسرح الجريمة، لكن طبعا بعد ما بيولعوا فيه علشان يمحوا أي دليل، وبيطلعوا على الطريق ياخدوا أي عربية في سكتهم. وطول السكة كلارا بتغني لإلينور علشان تهديها زي أي أم مصاصة دماء طبيعية. وأخيرا بيوصلوا في حتة قريبة من اللي عايزين يروحوا لها، فبينزلوا ياخدوا بقية السكة مشي، وفي النص بيريحوا على الأرض لحد ما فعلا بيوصلوا على مدينة هادية. ساعتها إلينور بتشوف مجموعة بنات شكلهم غريب ماشيين وبتفتكر إنها كانت من ضمنهم في يوم من الأيام، لكن كلارا بتشيل الأفكار دي من دماغ بنتها وبتاخدها على الملاهي تتبسط شوية على ما هي تعمل شوية فلوس على السريع. لكن إلينور كعادتها مش بتسمع الكلام وبتخرج من الملاهي وبتدخل مطعم فيه بيانو وبتقضيها عزف ولا عمر خيرت في عزه. فجأة بيظهر فرانك الجرسون وبيشكر في عزفها، لكنها بترد عليه بكلمتين وبتسيبه وبتمشي. وبيكمل فرانك الشيفت بتاعه، لكن وهو ماشي بيشوفها تاني فبيحاول يتكلم معاها وهي بتتجاوب معاه فعلا، لكن بتيجي عند حتة رقم تليفونها وبتقوله ما عطلكش وبتمشي. كل ده وكلارا ست الكل بتستعد للشغل وبتلبس لبس الوظيفة وبتتعرف على واحد اسمه نويل وبتاخده في أوضة مقفولة علشان يقضي وقت معاها مقابل الفلوس. المشكلة إن نويل ما كانش مستعد لأي حاجة من دي لأنه مكتئب بعد ما والدته توفت، لدرجة إنه قعد يعيط لها وهي حضنته لحد ما هدي. ولما بتعرف منه إن والدته سايباله مكان فاضي يعيش فيه بتقنعه إنه ياخدها ويباتوا هناك. وهم في طريقهم بيقابلوا إلينور وبياخدوها معاهم، وبيطلع إن المكان بتاع والدة نويل عبارة عن أوتيل مهجور. بيدخلهم نويل وبيقول لهم إنه بيتهم ومطرحهم، وكمان بيديهم أوضته الشخصية. وكل ده لأنه متعاطف مع كلارا الأم المحترمة اللي بتربي بنتها، وطبعا ما يعرفش إنها مصاصة دماء بقالها فوق 200 سنة. وبتروح إلينور في النوم بعد اليوم الطويل ده وبتحلم بمكان كانت راحت له زمان مع مامتها، وفجأة الحلم بيقلب كابوس لما بتشوف نسخة تانية منها، والنسخة دي هي مصاصة الدماء اللي بتفضل تاكل وتشرب من دمها. وبتصحى من النوم مفزوعة وبتسمع صوت نويل وأمها كلارا وهم مقضيينها سوا في الأوضة. في الوقت ده بيبدأ 2 شرطيين غامضين كده يحققوا في الحريقة اللي حصلت، والموضوع كمان بينزل في الجرايد. لكن كلارا بتطمن بنتها إنهم هيبقوا في أمان هنا. بعدها بتقف إلينور تتفرج على البحر، وساعتها بتفتكر يوم تاني ألين من اللي قبله، لأن اليوم ده لما اتحولت لفامباير. ساعتها الأخ روسفين ده خرجها من ملجأ الأيتام بعد ما اعترف لها إن والدتها لسه عايشة، وفجأة بدأ يحتك بيها وبتفوق إلينور من ذكرياتها المهببة دي على صوت نويل، واللي إلينور استريحت له. واضح كده إنها كانت ناوية تحكي له حقيقتها، لكن كلارا بتمنعها وبتقول لها إنهم كده ممكن يلبسوا في حيطة. وبعد شوية بتسمع إلينور أمها وهي بتقنع نويل إنهم يستفيدوا من الأوتيل بدل ما هو فاضي كده ويحولوه لبيت يعني يلموا بيه فلوس على قفا الزباين. وبتقرف إلينور من تفكير أمها اللي مش بس شمال، ده أقصى الشمال أصلا، وبتخرج تشم شوية هوا. فجأة بتشوف بنت بتشرب وشكلها بتطلع في الروح من كتر اللي هي شربته،
فإلينور بتقعد جنبها وبتقرر تحكي لها حكاية أمها على السريع، وبتقول لها إن كلارا وهي صغيرة قابلت الكابتن روسفين العنيف ده وواحد تاني اسمه دارفين وشكله ابن حلال شوية، لأنه على الأقل بيحذر كلارا من روسفين. للأسف كلارا اللي كانت ساعتها صغيرة وبريئة مش بتهتم بكلامه وبتمشي ورا وعود روسفين اللي بياخدها لبيت مشبوه وبياخد منها أعز ما تملك وبيسيبها زيها زي أي بنت شغالة في المكان ده. بعد شوية وقت بتكتشف كلارا إنها حملت وفعلا بتخلف إلينور، لكن بما إن البيوت اللي زي كده ما ينفعش الأطفال تقعد فيها، فبتودي كلارا بنتها وهي حتة لحمة حمراء لدار أيتام، ودي القصة اللي بتحكيها إلينور وكمان بتكتبها على ورقة كالعادة قبل ما ترميها بعيد برضه كالعادة. وساعتها بتشوف من تاني مجموعة البنات الغريبة، فبتقرر المرة دي تمشي وراهم لحد ما بتعرف إنهم من نفس ملجأ الأيتام اللي هي اتربت فيه، وإن المدينة اللي هم فيها هي نفسها اللي كلارا كبرت واشتغلت فيها. وسط الأفكار دي كلها مش بتاخد إلينور بالها وبتخبط واحد بعجلة، وبيطلع إنه جرسون فرانك اللي حظه دايما بيوقعوا فيها، وبيصعب عليها فبتجري بيه لحد بيته وهي بتحاول توقف جرحه اللي بينزف بقوة. وطبعا أول ما بيدخل البيت وأهله بيشوفوه بيقرروا ياخدوه على أقرب مستشفى. أما إلينور فكانت متنحة للمنديل بتاع فرانك اللي غرقان دم، وطبعا ريقها بيجري عليه كأنه عصير طازة. وأول ما فرانك وعيلته بينطلقوا بتاخد المنديل وهاتك يا شرب. كل ده والاتنين الشرطيين الغامضين إياهم شغالين تحقيق في القضية، خصوصا بعد ما لقوا جثة الراجل العجوز اللي إلينور كلته بألف هنا وشفا. في الوقت ده كلارا بتلمح راجل شمال كده فبتتعرف عليه وبتروح معاه علشان يلعبوا مع بعض عريس وعروسة، لكن في الحقيقة هي بتستدرجه علشان تقتله وتشرب من دمه. أما إلينور فبتروح تزور فرانك الغلبان في المستشفى وبتشوف أنبوبة متوصلة بيه كلها دم، فريقها بيجري تاني، لكن الحمد لله أم فرانك بتدخل عليها قبل ما تتهور وبتحكي لها الأم إن فرانك عنده مشكلة صحية في الدم علشان كده بينزف بغزارة دايما، وبتشكر إلينور إنها وقفت جنبه. فإلينور بتطلب منها ما تحكيش لفرانك إنها زارته، وهي خارجة بتلمح ست عجوزة شكلها بتطلع في الروح، بتدخل أوضتها وبتقفل عليها وبتستغل الفرصة طبعا وبتبدأ تاكل وتشرب من دمها لحد لما الست بتموت وبترتاح من عذابها. وبترجع إلينور البيت بتكتشف إن كلارا عينت بنتين جداد وشكلها ناوية تتوسع في نشاطها الشمال، وبتتضايق إلينور طبعا من أمها، لكن كلارا بتقول لها الشغل ده هو اللي بيجيب الأكل والشرب يا قلبي، وبتسيبها إلينور وبتروح تحضر كورس تبع مدرستها والمفروض إن فرانك برضه بيحضره، وبتتعرف على المدرس كيفن اللي بيطلب منهم يعملوا تمرين معين للتأمل والمفروض إنه بيزود إبداعهم. وطبعا إلينور لما بتبدأ فيه مش بيجي معاها أي إبداع، بالعكس بيخليها تفتكر ذكرياتها المنيلة واللي من ضمنها يوم ما كلارا مامتها جت في السر تاخدها من الملجأ. وبتحكي إلينور هنا لمستر كيفن مشاعرها لما قابلت أمها بعد غياب. أما فرانك فبيقرر يشارك الطلبة حكايته مع صديقه التخيلي، وفي نهاية الحصة بيطلب منهم كيفن يعملوا الواجب، وهو عبارة عن إن كل واحد يكتب موضوع أول كلمة فيه هي أنا، ويبدأ بقى يحكي فيه عن نفسه بكل أمانة. بعد الدرس بيقعد فرانك مع إلينور وبيقول لها إنه عارف إنها زارته في المستشفى وإن مامته متخيلة إن إلينور دي حبيبته، وبيطلب منها إنهم يحولوا تخيل مامته ده لواقع، وبيقرب منها يبوسها لكنها بتجري منه وقتها، وبتقعد مع نفسها تكتب ذكرى جديدة من ذكرياتها اللي شبهها. المرة دي بتفتكر إزاي مامتها كلارا كانت مريضة جدا لكن مخبية علشان تفضل تشتغل وتجيب لها فلوس، وبتفتكر إزاي الكابتن روسفين اللي ما عندوش قلب خلاها تقضي ليلة مع كذا راجل معرفة، وساعتها تفاجئ روسفين بظهور دارفين لأنه افتكره مات. واضح كده إن في علاقة كراهية بين الاتنين، لأن بعد ما دارفين مشي روسفين اتعصب جدا وخرج كل كتابته في الغلبانة كلارا. وبتخلص إلينور كتابة القصة دي وكل القصص اللي بتخطر على بالها، والمرة دي بدل ما ترميها بتوديها لفرانك علشان تبقى كل حاجة على عينك يا تاجر. وبيعرف فرانك حقيقة إلينور، وبنرجع تاني فلاش باك لليوم اللي روسفين ضرب فيه كلارا. وقتها بتحكي إن دارفين كان بيطلع في الروح بسبب مرض نادر، وإنه فضل يبحث في الكتب عن علاج لمرضه لحد ما قابل راجل غامض اسمه سفيلة، وده بقى كان معاه خريطة لمكان فيه قدرات خارقة لعلاج أي مرض. وهنا روسفين بياخد دارفين معاه على مركب علشان يروحوا المكان ده، ولما بيوصلوا بيكتشفوا إنه مكان غريب ومرعب، لكن دارفين ما بيكونش قصاده حل تاني غير إنه يدخل. أما روسفين فبينتظر لحد ما بيشوف طيور مرعبة وشلالات دم مخيفة، فبيقرر يدخل يشوف صاحبه دارفين وبيلاقيه ميت، فبينتهز الفرصة وبيمشي بعد ما اعتبر كل أملاك دارفين كأنها أملاكه هو.
أما فرانك فبعد ما بيخلص قراية في قصة إلينور بيقرر يروح لها الفندق. للأسف مش بيلاقي هناك غير كلارا اللي بتطرده لأنها خايفة على بنتها منه ومن أي حد يعرف سرها. في الوقت ده نويل بيتكلم مع إلينور عن إنه مش مبسوط بسبب الشغل اللي مش مظبوط اللي كلارا مدوراه، وفي اللحظة اللي إلينور بتقرر تعترف له بحقيقتهم بتدخل كلارا عليهم وبتقول لبنتها على زيارة الأخ فرانك، وإلينور بتحلف لها إنه واد غلبان وإنهم زملاء في نفس المدرسة، وبتخرج تجري وراه على أمل إنها تلحقه. ولما بتتكلم معاه بتكتشف إنه افتكر قصتها مش حقيقية، وإنه تخيل كمان إنها مصابة بصدمة نفسية وبتخرج أحزانها في قصص وهمية. طبعا التحليل ده بيخلي إلينور تتقمص، فبتمشي وبتسيب فرانك لوحده لأنه مش مصدق قصتها، وبتطلع على المطعم اللي فيه البيانو بتشوف ست عجوزة بتعزف وآخر صهللة. فإلينور زي أي بنت محترمة بتوصل الست بيتها بعد نهاية العزف، وكالعادة بتاكل وبتشرب من دمها. أما الاتنين المحققين الغامضين فبيكتشفوا جثة الراجل اللي كلارا قرمشته على الشط، وهنا بيبان إن المحققين دول هم دارفين وسفيلة اللي طلعوا هم كمان مصاصين دماء. أما فرانك فكان مطنش إلينور شوية، لكن رغم كده بيدي قصتها لكيفن المدرس، واللي بياخد القصة وبيخلي متخصصة اسمها موراج تقرا فيها، وهي بتقوله إن الكلام حلو ويمكن يكون وراه صدمة نفسية للي كتبه فعلا، ويمكن كمان يكون وراه جرايم. كل ده وموراج بتقرا في الكلام بانبهار. وهنا بنرجع تاني فلاش باك علشان نشوف يوم تاني اتقابل فيه دارفين مع روسفين وكلارا، وساعتها روسفين بيرجع لدارفين مفاتيحه وقلبه بيتقطع على ممتلكاته. أما دارفين فبيحكي اللي حصل له في الكهف بتاع المنطقة اللي راحوها من سنين، وبيقول له إنه لما دخل اتفاجئ بنسخة تانية منه قتلته، وإنه بعدها صحي لقى نفسه اتحول لمصاص دماء. وساعتها سفيلة اللي طلع كبير مصاصين الدماء كلهم خلاه يتغذى على شخص تاني. أما دلوقتي فدارفين عايز يرد الدين لروسفين ويخليه يروح نفس المكان بنفسه. كل ده وكيفن المدرس بينخور ورا إلينور، علشان كده بيروح المكان اللي عايشة فيه وبيتفاجئ طبعا بالدرمغة اللي موجودة فيه وبيقلق عليها. علشان كده بيسيب جواب لوالدة إلينور وبيقول إنها لو ما ردتش عليه هيضطر يبلغ الشرطة عن الوضع ده. في الوقت ده بنشوف موراج قاعدة مع إلينور اللي بترجع تفتكر يوم تاني أخبر. المرة دي بنشوف كلارا ماسكة سلاح وبتضرب روسفين في رجله قبل ما تهرب بخريطة المكان اللي كان مع روسفين، وده كل اللي إلينور عرفته عن كلارا. وبتسمع موراج الكلام ده وهي مستغربة وبتسألها طب ليه ما قتلتنيش مثلا علشان تشربي من دمي؟ فإلينور بتقول لها إنها ما شاء الله عليها يعني فامباير صاحبة مبدأ، وإنها مش بتقتل غير الناس الكبار اللي كده كده زهقوا من حياتهم. بعد القعدة دي بتروح تلعب بيانو موجود في مدرستها، وفرانك بيروح يسألها أسئلة عن مصاصين الدماء وهي بتقوله إنها مش بتقتل غير الناس اللي عايزين يموتوا. وفرانك بيضحك وبيعزمها على حفلة عيد ميلاده وهي بتوافق. ولما بتروح له بتاخد معاها الصندوق اللي فيه الخريطة إياها، وبتلاقي نفسها الوحيدة اللي موجودة، وهو بياخدها أوضته وبيعرض عليها دمه تشربه لكنها بترفض. أما كلارا فبتروح لكيفن زي ما طلب منها وبتقرا في الكلام اللي بنتها إلينور كتبته، وساعتها بتفتكر أول يوم وصلت فيه للمكان الغامض اللي اتحولت فيه لفامباير، وبتفتكر إزاي كانت سعيدة وهي واقفة في شلالات الدم الحمراء، وإزاي بعدها عامت في المية لحد ما وصلت للبر التاني، وإنها ساعتها نطت على أول راجل في سكتها علشان تشرب من دمه. في الوقت ده دارفين شافها وخدها لشريكه التاني سفيلة، ومعاهم كمان ويرنر اللي طلع مصاص دم زيهم. وطبعا كلهم بيكونوا على آخرهم لأنهم المفروض مش بيقبلوا مصاصين دم ستات، ده غير إن الأخت كلارا جاية من مستوى اجتماعي سيء، علشان كده بيقرر سفيلة يسيبها تعيش لكن بعيد عنهم، وده اللي خلى كلارا تدور على بنتها وتروح بيها لبعيد. المشكلة إن ساعتها اتفاجئت بروسفين بيقرب من بنتها بعد ما خريطته راحت منه، وكمان تعدى عليها بقسوة وبدون تفكير، وده اللي خلى كلارا تقتله وقتها، لأن اللي عمله مع إلينور خلانا قال لها المرض اللي عنده. علشان كده خدتها كلارا لنفس المكان إياه، وبكده بتحميها من الموت وبتخليها فامباير زيها زيهم. كل ده بتحكيه كلارا لكيفن، وبتحكي له كمان إن قرارها بتحويل بنتها لمصاص الدماء كان ضد أفكار دارفين وسفيلة، عشان كده هما بيطردوها بقالهم سنين. وبتخلص كلارا الحدوتة الظريفة دي لكيفن، وبعدين بتقرر تخليه واحد من ضحاياها وبتقتله وبتشرب من دمه. كل ده وإلينور نفسها نايمة في العسل مع فرانك، والقعدة بينهم بتكون رومانسية على الآخر. المشكلة بس إن إلينور اتحمست بزيادة واتعاملت بعنف خلى فرانك بدأ ينزف، عشان كده إلينور بتترعب وبتطلع تجري. المرة دي فرانك مش بيسيبها تهرب منه وبيقول لها إن المرض اللي عنده في الدم خطير وهيموته كده كده،
علشان كده الأفضل له إنه يتحول لمصاص دماء. وطبعا إلينور ما بتصدق وبتبدأ تاكل وتشرب من عم فرانك. وفي الوقت ده المدرسين بيكتشفوا جثة كيفن. أما إلينور فبترجع الفندق تلم حاجتها، وساعتها نويل بيقول لها إن كلارا قفش عليه جامد لأنه مشى كل البنات اللي مش كويسين من المكان. فإلينور بتقول له إن ملهاش دعوة بكل ده لأنها ماشية. وهنا بتدخل كلارا عليها فجأة وهي بتزعق في بنتها لأنها هتفضحهم بالكلام اللي كتبته في قصصها. فإلينور بتتخانق معاها هي كمان، وبتقول لها إنها بدل ما تحميها خلتها تنعزل عن العالم، وبتسيبها وبتمشي وهي مش طايقة تبصلها. وبتجري كلارا ورا بنتها وبتحاول توقف الأسانسير بيها. فنويل بيحاول يتدخل لكن للأسف بتزق كلارا بالغلط، فبيقع من فتحة الأسانسير وبينزل جثة. وكلارا رغم اللي حصل بتكمل جري علشان تخلص على فرانك، وإلينور محبوسة في الأسانسير. في الوقت ده دارفين وسفيلة بيحققوا في قتل فرانك وبيعرفوا كل الكلام اللي إلينور بتنقله في كتاباتها. أما فرانك فبيتفاجئ بكلارا في وشه، وهي أول ما بتشوفه بتخنقه من رقبته. كل ده وإلينور يا عيني محبوسة حبسة الكلاب في الأسانسير. ولما بتسمع موبايل نويل الله يرحمه بيرن بتاخده من جيبه وبتحاول تتصل بفرانك علشان تحذره، لكن أمها كلارا هي اللي بترد وبتقول لها اتأخرت كتير يا حبيبتي. فجأة بيدخل دارفين وسفيلة ومسؤولة المدرسة مراج على إلينور، وسفيلة بياخد منها الموبايل وبيكلم كلارا وبيقول لها إنهم هياخدوا منها بنتها، وفعلا بيخرجوها وبيحطوها في عربية الشرطة. طبعا كلارا ساعتها بتجري زي المجنونة لحد ما بتلحق عربية الشرطة وبتنط عليها وبتكسر إزازها، وبتحاول تقول لإلينور إنهم مصاصين دماء وهيقتلوها. فسفيلة بيتجنن وبيبدأ يسوق بسرعة لحد ما بيوقع كلارا، وكمان بيحاول يدوس عليها بالعربية لكنها بتفلت منه على آخر لحظة. كل ده ومراج قاعدة معاهم في العربية بتصرخ لحد ما سفيلة بيتخنق منها وبيقرر يقتلها وهي جت عليها يعني، وبينزل من العربية يدور على كلارا اللي فجأة بتظهر له وبتديله ضرب مفاجأة في صدره. للأسف دارفين بيظهر وبيقدر يسيطر على كلارا، وكمان بيستعد هو وسفيلة لقتلها. وبتحاول كلارا مع دارفين علشان يسامحها، وسفيلة بيقف يستعد علشان يخلص عليها. وفي اللحظة المنتظرة بيفاجئ دارفين الكل وبيخلص على سفيلة، وبتحضن كلارا بنتها بعد ما اتكتب لها عمر جديد. ودارفين بيعترف لكلارا بأنه كان بيطاردها كل ده بشكل سوري علشان بس يحميها من سفيلة ورجالته. وبعد ما خطته نجحت بيحرق جثة سفيلة. أما كلارا فبتدي بنتها فلوس وبتقول لها إنها خلاص من حقها تاخد حريتها، وبتبدأ كلارا حياة جديدة مع دارفين زي ما إلينور بتبدأ حياة جديدة مع فرانك، وبتاخده لنفس المكان المرعب علشان تحوله لمصاص دماء زيها. وبيخلص الفيلم على كده.